نعمل ريفيو عن عربيه اس يو في بتنافس بيجو 5008 وسكودا كودياك، وهي سيات تراكو الاف ار، ودي الاعلى فيها. بتنزل بموتور 1400 سي سي تيربو، وبيطلع 150 حصان و250 نيوتن متر. والتسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 في 9 ثواني و4 من 10، والسرعه القصوى بتاعتها 200. الفتيس بتاعها بينزل ب6 سرعات دي اس جي مبلغ. وزن العربيه حوالي طن 635 بالسواق، والعربيه جر امامي. وارتفاع العربيه حوالي 19 سم، وده رقم كويس بالنسبه لوزنها. وتانك البنزين بيشيل حوالي 58 لتر، واستهلاكها في البنزين حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلو، وده طبعا رقم كويس بالنسبه لوزنها لو استخدامك يومي جوه المدينه. اما من ناحيه الشكل الخارجي، بتنزل بشبكه من الكروم مع فوانيس ال اي دي وكاميرا 360 وحساسات اماميه. والعربيه بتنزل بجانت 19 تو تون، وكاوتش العربيه 235 على 50، وبتنزل ببلايند سبوت اسيست وكليس انتري وروف راك. وفي هنا سبويلر شكله حلو، وفوانيس ال اي دي بعرض الشنطه، كاميرا خلفيه، وهنا حساسات خلفيه. والحلو في العربيه ان الشنطه بتفتح كده. مساحه الشنطه بتشيل حوالي 300 لتر، وكمان لو نمت باقي الكراسي تشيل معاك لحد 1900 لتر تقريبا. المساحه من جوه العربيه مساحه كويسه جدا، هنا تكفي 3 افراد يقعدوا مرتاحين، ومش هتحس ان العربيه ضيقه. كمان عندك 2 كاب هولدر ومساحه تخزين في كذا مكان، والكراسي والكنبه تسخين. وعندك هنا تحكم في التكييف عشان ما حدش يتخانق على الكرسي اللي قدام. كراسي جايه بخامه جلد كويسه. وتعالى نشوف اهم حاجه في العربيه. الشاشه تاتش سكرين وابل كار بلاي واندرويد اوتو، تحكم في التكييف وشاحن وايرلس ودرايف مود سيلكتور وكاب هولدر، عداد ديجيتال ديسبلاي ودركسيون مالتي فاكشن مع بال شيفت، وسماعات من بيتس قويه جدا، وسقف بانوراما، وكاميرا 360 واوتو بارك عشان لو مكسل تركن. وعندك هنا مساحه تخزين، وهنا كمان مساحه تخزين صغيره على قد الرخص، وهنا كمان مساحه تخزين، وفيها نظام اي بي اس واي بي دي واي اس بي. كده معدل الامان فيها كويس، وواخده 5 نجوم. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك بتاعك الجميل عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس والكل منه يستفيد.